بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. هكلمك النهاردة عن آخر تطورات أزمة إمام عاشور، وعن التحليل الفني لما قبل مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني يوم السبت الساعة 3 العصر في تنزانيا بإذن الله تعالى. قبل ما ادخل معاك في التفاصيل كلها، انا عايز انوه لك عن نقطة مهمة جدا. ادم وطني وكيل اللاعبين ده اساسي في تحريض كتير جدا من اللاعبين، واشتغالات وقصص بيعملها مع اللعيبة علشان تتمرد على النادي وتاخد اللي هي عايزاه. ده اسلوب ادم وطني. يعني ادم وطني ليه سوابق قبل كده في قصة التحريض دي مع وسام ابو علي، محمد عبد المنعم، وامام عاشور، وكريم بنزيما. تخيل نفس القصة ونفس الاسلوب عملوا مع كريم بنزيما، لان هو برضه وكيل كريم بنزيما. نهجه واسلوبه دايما بيتعامل بفكرة تحريض اللاعبين على الأندية بتاعتها علشان يحققوا اللي هم عايزينه. طيب، هو إمام عاشور مثلا هيكون أحسن من مين؟ من حسام حسن وإبراهيم مثلا؟ هيكون أحسن مثلا من الحضري، الناس اللي هي كانت عتاولة وأساطير وما فرقتش مع جمهور النادي الأهلي في شيء؟ هيكون أحسن من إبراهيم سعيد؟ خلي بالك، امام عاشور لو جيت قارنت بفكره ابراهيم سعيد هتلاقي ان موهبه ابراهيم سعيد وقدراته قد 10 من امام عاشور، حرفيا قد 10 من امام عاشور. اللي شاف ابراهيم سعيد فاهم انا بكلمه في ايه. ابراهيم سعيد ده كان حاجه مهوله كموهبه وككوره، لكن العقليه هي اللي ودته في المكان اللي انت شايفه ده. هو امام عاشور فاكر مثلا ان هو هيكون عزيز على جمهور الاهلي وهيضغط على الاداره اكتر من النادي نفسه؟ يبقى هو فاهم غلط. هو مش فاهم طبيعه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ما بيعتمدش حد اصلا، ما بيعتمدش غير النادي، غير الشعار بتاع النادي الاهلي فقط لا غير. هقول لك عن تفصيله معينه كده في القصه ديت، في السياق ده تخص ابو تريكه. بس قبل ما نتكلم عنها، في قصه كده ماشيه في الاعلام، وانت عارف ان انت المصاطب بتاعت ام بي سي والكلام من ده عايزين يشيلوا الليله لوليد صلاح، وليد صلاح الدين. طيب هقول لك، انا هوضح لك القصه عشان تبقى انت فاهم ان هم بيحوروا وعاملين ليله كده. امام عاشور بيتقال ان هو كلم الدكتور. الدكتور قال له تعالى اكشف عليك. الكلام ده بالليل، تمام، زي الفل كده. قال له تعالى اكشف عليك، ما اعتبر نفسك انت ما بلغتنيش بحاجه، لازم تيجي اكشف عليه. طب دلوقتي الراجل ما جاش. هو بيقول بقى ان كابتن وليد عارف عن طريق الدكتور هو مين اللي اتصل بمين. هو المفروض انت اللي تتصل بالكابتن وليد تقول له، ولا المفروض الكابتن وليد هو اللي اتصل بيك يقول لك في ايه يا امام؟ لا، هو المفروض انت لاعب وعندك سكادول، عارف ان انت المفروض ان انت طالع في ماتش زي ده، تمام، وفي مواعيد، وانت بتقول ان انت مريض. طيب انت بتقول ان انت مريض، ازاي انت ما بلغتش مدير الكوره؟ بلغت مدير الكوره ووصلوا المعلومه عن طريق مثلا الدكتور. الخطوه اللي تتم انك تيجي يتكشف عليك، وانس ان انت ما جيتش فانت ما الموضوع منتهي. مش عند الكابتن وليد، مش موضوع. هو بتوع الناس على المصطبه عايزين يلبسوها الكابتن وليد صلاح الدين، وهو اصلا بغض النظر انت تتفق معاه او تختلف عادي مش بتاعته. وانا اتصل انا بيك انت ليه؟ والمفروض ان انت عندك مواعيد وانت عارف التفاصيل والكلام من انت اللي اتصل وتقول انا مريض او تعبان او كذا، ماشي نكشف عليك، او طبيب الفريق هو اللي يكشف عليك وهو اللي يحدد اذا كنت فعلا مصاب ولا بتدعي المرض. وانت مصاب يا امام، انا ما بخشش في نوايا حد والله اعلم بالغيب. لو انت مثلا مريض او حاجه ربنا يشفيك يا ابني، بس انا بكلمك عن فكره معينه. انت مريض هتتمرن ازاي؟ ما دي برضو ملحوظه لازم تبقى انت ايه واخد بالك منها. انت هتتمرن ازاي؟ المفروض تحضر التمرين بكره. انت عيان ازاي وتحضر التمرين؟ ما ده كلام برضو محتاج اجابات مهمه جدا، تمام. فالقصه دي بره عن كابتن وليد صلاح، يعني بغض النظر انت تختلف تتفق معاه ملاحظاتك، بس ما فيش حد ما بيغلطش. بس الفكره هنا اللي انا عايز اقول لك عليها ان دي مش ليلته، مش بتاعته، تمام. طيب جمهور الاهلي ما بيعتمدش حد.
جمهور في حق النادي جبار، ما بيهزرش في حق النادي. تمام. يا راجل ده ابو تريكة ذات نفسه، وما ادراك ما ابو تريكة عند جمهور الاهلي. جمهور الاهلي عند الجماهير العربية كلها والجماهير الافريقية. ابو تريكة ده ايقونة العشق عند جمهور النادي الاهلي خاصة، يعني معشوق جمهور النادي الاهلي. ابو تريكة بكل انجازاته وارقامه اللي انت ما جبتش 1/10 منها يا امام. انت عملت ايه للنادي الاهلي؟ قدمت ايه للنادي الاهلي قصاد اللي انت بتاخده؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ابو تريكة بقى بكل اللي قدمه للنادي الاهلي ده اسطوره حيه من اساطير النادي الاهلي، معشوق جمهور النادي الاهلي. ابو تريكة لما الاداره طبقت عليه اللائحه وعملوا خصموا منه وعاقبوه، جمهور الاهلي ما هاجمش الاداره ولا هاجم النادي ولا اي حاجه. بالعكس، جمهور النادي الاهلي مؤيد للاداره في اي قرار شايفاه ان هو تنظيمي او تربوي في النادي الاهلي. لو مين جمهور الاهلي ما بيرفعوش عن النادي. بقول لك ابو تريكة نفسه معشوق جمهور النادي الاهلي، اللي هو في قلوب جمهور النادي الاهلي. لو اتعوج على النادي زي ما انت بتعمل اللي انت بتعمله دوت، الجمهور ما كانش اعتمد ابو تريكة خالص. هو ابو تريكة هو جمهور النادي الاهلي كده، ما عندوش عزيز غير النادي فقط لا غير. تمام. طيب ندخل بقى عن قصة يانج افريكانز التنزاني. المباراة طبعا غاية في الصعوبة لان الفريق دوت رخم في تنزانيا. هو مش هيلعب المباراة على ملعبه لان الملعب بتاعه فيه صيانة او حاجة زي كده، فهو هيلعب المباراة ديت في ملعب اماني او امان في زنجبار، جزيرة زنجبار. هيلعب الماتش هناك، فده مش ملعبه. لكن هو الفريق ده في تنزانيا رخم. اخر مباراة ليه كسب على نفس الملعب، اعتقد كسب 3-1. والفريق ده بيعتمد في ملعبه على الاستحواذ، بيستحوذ بنسب لتوصل ل 60% و 70% في المباريات. فهو بيعتمد على الاستحواذ، بيعتمد على الضغط الهجومي. فريق بيعتمد اعتماد كبير جدا على الاختراقات. تمام. فهو انا شايفه انه في ملعبه محتاج ان انت تركز على الدفاع، تنظم الدفاع وتلعب على التحولات الهجوميه. عايز الاستحواذ ياخده بس في نص ملعبه وتقابل من التلت الاوسط، يعني ما تروحش ضغط عالي كتير، سيبه هو يجي في التلت الاوسط وتبتدي تقابله من اخر التلت الاوسط للملعب، وتبتدي تنظم دفاعاتك وتعتمد اعتماد كبير على التحولات الهجوميه السريعه، لان هم بيرتبكوا، دفاعهم مرتبك جدا في المرتدات اللي بتيجي عليهم. وحارس المرمى خلي بالك برضه زي ما قلت لك قبل كده مش احسن حاجه حارس المرمى بتاعهم. تمام. فهو الحارس بتاعهم ضعيف ومتهور شويه في لعبه. تمام. فانا لعبنا اللي معاه المفروض يبقى على التحولات الهجوميه. انا شايف بقى ان احنا نلعب ازاي. مبدئيا كده امام عاشور قدامك اوبشنين عشان انت تتلافى فكره امام عاشور اللي هو ضرب كرسي في الكلوب ده. بتعمل ايه؟ يا يلعب محمد علي بن رمضان، ودي فرصته. انت لاعب دولي، لاعب كبير، المفروض ان انت ليك وضعك وليك مكانتك، والمفروض ان انت جاي تشيل. محمد علي بن رمضان المفروض يشيل في وقت زي ده. تمام. ومركز اهو معاك في وقف لامام عاشور اسبوعين، ومش هيرجع يلعب على طول طبعا، اكيد هيبقى بالتدريج. فانت بتتكلم انه اساسا امام عاشور هيغيب حبه حلوين، فدي فرصه كبيره لمحمد علي بن رمضان ان هو يثبت وجوده ويشيل. انت راجل محترف، انت جاي عشان تشيل مش علشان حد يشيلك. تمام. قدم مستويات كويسه جدا في افريقيا، فانا مش عارف في مع الاهلي وضعه عامل ليه كده. تمام. او الاوبشن الثاني، يعني الاوبشن ان هو يلعب بمحمد علي بن رمضان في نفس مركز امام عاشور، او ان هو يلعب بفكره لا مركزيه بين الثلاثي اللي هيبقى موجود. يعني مثلا يلعب بن شرقي ويلعب بتريزيجيه تمام وزيزو، الثلاثه دول يبقى في بينهم لا مركزيه، وتحت مروان عثمان اللي يكون راس حربه. فانا شايف يا الاوبشن ده يا اما الاوبشن ده، يعني فكره ان هو يلعب بلا مركزيه كده بين الثلاثي دوت ومعاهم مروان عثمان، يا اما يلعب بمحمد علي بن رمضان بديل ليه. وزي ما قلت لك ان هو فريق رخم في ملعبه. تمام. بيعتمد زي ما قلت لك على الضغط الهجومي والاختراقات، فانت تركز على تنظيم دفاعي وعلى التحولات. هم ضعاف زي ما قلت لك في المرتدات وما بيعرفوش يأدوا فيها قد كده.
كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراة الهامة مع يانج افريكانز التنزاني الساعة 3 العصر السبت 31 يناير الساعة 3 العصر. طبعا يعني الافارقة انا مش عارف في المسابقات في افريقيا ماشيه ازاي. يعني الماتش اللي هو كان بيلعبه يانج افريكان تنزاني دوت مع الفريق اللي بيلعبوا كان بيلعبوا الساعه 6، يعني كانوا بيلعبوا بالليل تحت الاضواء الكاشفه. تمام، يعني هو بيلعبوا في بالليل وفي اضواء كاشفه وكل حاجه. ليه بيلعبوا فرق الشمال الافريقي ما بقولكش الاهلي بس الساعه 3 العصر بالنهار؟ ليه دايما بيعملوا الحركه دي؟ الفرق الافريقيه اللي هي في الجنوب وفي الشرق والغرب في افريقيا ليه بتعمل الحركه دي؟ والاتحاد الافريقي ساكت على الهبل اللي بيحصل ده ليه؟ ده فضلا عن الحكام، يعني الاداء السيء الغريب بتاع الحكام الافارقه. يعني انا مش عايز اقول لك انا خايف قد ايه من التحكيم في المباريات اللي زي كده. دايما بنتظلم، وما بقولكش الاهلي بس، فرق الشمال الافريقي دايما بتتظلم مع الفرق الافريقيه بسبب التحكيم الافريقي السيء. يعني انا مش عارف الموضوع ده هتتحل امتى. بيلعبك بالنهار في عز الحر والرطوبه الساعه 3 العصر، وحكام ناس غريبه جدا، تحكيم غريب جدا في افريقيا، قرارات كلها عكسيه. فانا مش عارف الموضوع ده هيتحل امتى. نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته الساعه 3 العصر زي ما قلنا يوم السبت 31 يناير. فاتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.